السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمحوا لي نعرف بنفسي. طبعا اللي يعرفني من قبل، نزلت كم فيديو تكلمت فيه عن مشاكل الطلبة. واللي ما يعرفنيش نحب نعرف بنفسي. أنا اسمي مرعي مصطفى محمد أبو عمود. طالب مفيد بالولايات المتحدة الأمريكية، ومؤسس صفحة دليل، مجموعة دليل الطالب بالولايات المتحدة، دليل الطالب في أمريكا. طبعا أنا عضو في وفد يمثل أكثر من 300 طالب. الوفد هذا طبعا كان مشروع لطرح مشاكلنا، أو المشاكل اللي يعاني منها الطالب الموفد للولايات المتحدة الأمريكية بشكل رسمي. طبعا درنا رسائل رسمية ومشينا للسفارة، وجلسنا مع السفيرة والطاقم الموجود بها. طبعا احنا السبب اللي خلانا مشينا للسفارة ان شفنا حماس منها ان هي تساعد الطلبة، وسمعنا ان هي شكلت فريق عمل لدراسة المشاكل هذينا. مشينا باش نقف على الجهود هذه، باش نطلب من السفارة ان هي توصل صوتنا بشكل رسمي. لكن بصراحة موقف السفارة كان صراحة مش متوقع. يعني كان في حماس صح، لكن في اسباب ما خلتش السفارة تقوم بعملها على اكمل وجه تجاه مشكلة. طبعا بعثنا حتى برسائل رسميه لمصرف ليبيا المركزي، ومن قبلها طبعا نحن درنا زي البحث، وعرفنا ان مصرف ليبيا المركزي عنده سيوله، وعرفنا ان معاملات الطلبه نايمه في المصرف. يعني في اسباب غريبه غامضه مش معروفه خلت الخزانه العامه ومصرف ليبيا المركزي يعرقلوا معاملات الطلبه لاسباب مش معروفه. فطبعا يعني قلنا ان احنا نديروا وقفات احتجاج. الوقفات هذه نجد بها اهتمام الاعلام، ونخلوا المسؤولين يتجاوبوا معنا ويردوا علينا. على الاقل فهمني انت ليش معرقل معامله الطلبه؟ هل الطالب يعني الطالب في امريكا اليوم غير منحى لشهور، منحى مصدر الرزق الوحيد، معناها مش حيقدر يدفع ثمن الإيجار، ومن غير رسوم دراسية. والمعاهد والجامعات بدأوا يطالبوا فيه أنه يدفع، يا إما يدفع الرسوم هذه بنفسه، يا إما أنه هو ما يقدرش يجدد قيده، معناها يوقف دراسته. ومن غير تأمين، معناها الطالب اللي عنده أسرة ولده لما يمرض مش حيقدر يشتري له دواء. معناها كأنك تفرض على الطالب، تمام، بأنك أنت توقف عليه المنحة والرسوم الدراسية والتأمين. كأنك تفرض على الطالب انه هو طالب اللي ماشي في دراسته واللي ناجح، تفرض عليه انه هو يترك دراسته ويرجع للوطن محبط يائس يشعر بالفشل. تمام، كأنك تخلق في مقاتل، كأنك تبيه يمشي للوطن ويمشي لجبهة القتال. ونحن عارفين ان المشكلة في ليبيا، يعني هذه المشكلة واضحة. يعني واضح ان في اختلاف في الراي بين فريقين، وان ان الفريقين احتكموا للسلاح، وشفنا مدن كبيره تدمرت. والسبب ان الناس، يعني الفريقين هذوما كل واحد متمسك برايه، ومشوا يعني اتخذوا مواقف متشدده جدا لدرجه ان وما فكروش في مصلحه الوطن. فهل الجهات اللي نتكلم عليها نحن، سواء السفارة، سواء الخزانة العامة، سواء المصرف، هل الجهات هذه يعني يعني ما تهمهاش مصلحة ليبيا؟ إذا كانت تهمك مصلحة ليبيا، معناها تهمك مصلحة أبنائها. من هم أبناء ليبيا؟ الطبقة المتعلمة نحن نتكلم كويس، الناس اللي تدرس في أحسن جامعات العالم، الناس اللي هي لما توقف الحرب بإذن الله، وإن شاء الله حتوقف، الناس المتعلمة هذه هي اللي حتبني. طيب انت لما ترجع اكثر من 1500 طالب، لما تحكم عليهم ان هم يرجعوا، وانت صرفت عليهم المبالغ الكبيره هذه كلها وما كملوش دراستهم، يعني خسرت. تمام، وفي نفس الوقت صنعت الناس محبطه ورجعتهم للبلاد. يعني بدل ما ترجع للبلاد ناس متعلمه، رجعت لها الناس محبطه. هل الكلام هذا يرضيكم انتم يا صناع القرار؟
نحن باذن الله يا شباب، يعني نحن كنا ماشيين فيه الموضوع هذا، موضوع الوقفه، لكن بعدين طلع صفحات زي صفحه جديده اسمها بلاش حتى اسبوع 10 ايام، الله اعلم اهدافها شنو يعني. طلعت الصفحه هذه فجاه وبدات تنشر في اشاعات غريبه. صفحه اسمها صفحه اداره البعثات الدراسيه الرسميه او حاجه زي هيك، تقول ان المنحه هتنزل يوم 19 وقبلها يعني 19 يوم 18 19 تنزل المنحه وتاخذ الرسوم، وقبلها نقلت اخبار كاذبه. والمشكله تلقى في ناس تصدق فيها، وقبلها طلع البعثات قالت الخزانه العامه وافقت ان هي تستلم الربع الاول لسنه 2015، وافقت يعني ما زال ما استلمتش، تستلم تحول ما تحولش الله اعلم، لان الخزانه عندها موقف غامض من معامله الطلبه. فنحن يا شباب طبعا لما طلع الخبر هذا ان هي ملحه حتنزل والى اخره، وقبل بدنا صفحات الدنيا يتكلم ان يروج لاشاعه ان كانها تعمل ضد الوقفه. صراحه انا شفتها هيك، صار احباط لان الاخبار هذه طلعت مش صح، وصار يأس، وبذلت جهد مع الطلبه، لكن شعرت ان في يأس وفي ناس روحت فعلا. ف يعني بصراحه يعني زعلت، وبصراحه زعله يعني، طلعت حتى من الصفحه كانت زعله يعني، اننا نؤمن ان الامل يصنع. اذا كان صناع القرار ما يبوش يديروا حل، احنا نديروا حل، ما نستسلموش لليأس. ما فيش حاجه اسمها يأس، ما فيش حاجه اسمها يأس، في حاجه اسمها امل، والامل هذا نحن نصنعوه بالعمل الجاد. تصنع المعجزات، ونحن نصنع معجزه باذن الله. فنحن باذن الله يعني يعني زي ما تواصل معي عدد من الطلبه بارك الله فيهم، تواصلوا معي وكلامهم كان بصراحه كلام حكيم، وكلام وانا اقتنعت به اقتناع تام. قالوا هن ما زال 3 ايام، يعني يوم 21 22 23 تمام، نبذل فين جهدنا، وبعدها يعني خلاص الواحد يقدر اللي عليه، كل واحد يعني خلاص كل واحد يقدر اللي عليه، ومش مشكله حتى كان وقفت اي جهود او خذيت اي قرار واحد اخرى، بس اهم شيء انت درت اللي عليك. فاحنا شو حندير باذن الله؟ نحن باذن الله المدن الامريكيه اللي فيها تجمعات كبيره طلبه يطلعوا يوم 22 في وقفات احتجاج سلميه يرفعوا فيها اللافتات. تمام. شنو هدفنا؟ شنو بنقوله نحن؟ يعني يطلعوا ان احنا قلنا الطلبه المدن كلهم ان شاء الله باذن الله يطلعوا، ان شاء الله يطلعوا ويرفعوا لافتات. شو اللي نبوه بالضبط؟ نحن نبغى نساله سؤال واضح للسفاره الليبيه في واشنطن، ولمصر في ليبيا المركزي، وللخزانه العامه. عندنا سؤال واضح الا وهو: هل انتم تبون نواصلوا دراستنا، نكملوا دراستنا ونحصد اعلى المراتب العلميه، تمام، مستعدين تبذلوا جهد كم باش احنا نواصل دراستنا، او تبونا ان نحن نرجع للوطن نسيب دراستك ما تكملش، ارجع قولها لي بصراحه، بس خذ موقف تاريخي وقول لي اطلع عليه. يعني السفاره مثلا، السفاره تقول انا شنو نقدر ندير، تقدر السفاره تدير حاجه واجد، تقدر بيان ما درتش السفاره باش تعلم فيه ان فيه مشكله كبيره. يعني احنا نتكلم على 1500 طالب يا شباب، يا هلنا نتكلم على 1500 طالب يدرسوا في امريكا، يدرسوا في احسن جامعات العالم، بيحصدوا اعلى المراتب العلميه. الناس هذه هي اللي حتبني ليبيا باذن الله في المستقبل القريب. يوم ما تقف الحرب، وان شاء الله حتقف، لازم النهايه، ما فيش حرب استمرت الى ما لا نهايه، لازم النهايه. حيجي اليوم وبدوا اهلنا يقتنعوا في الحقيقه، يعني بدوا اهلنا يقتنعوا ان السلاح او القوه او العنف مستحيل حيوصل لنتيجه. حوار، لازم من حوار، ولازم من اتفاق، ولازم من مصالحه، ولازم من تسامح، ولازم من محبه. هذه ما فيهاش نقاش، هذه في المستقبل باذن الله. انا شخصيا عن نفسي ما عنديش فيها شك اطلاقا. الفكره انتم يا مسؤولين، يا سفاره مثلا، سفاره يعني ناخذ السفاره كعينه، سفاره تقدر تتواصل مع الجهات، حتى مصرف ليبيا المركزي، بغض النظر عن موقف السفاره السياسي. السفاره لو اخذت موقف سياسي وقالت انا مع الجهه هذه، ولان مصرف مثلا او الخزانه تتبع الجهه الاخرى مش هنتعامل معها، لا، هذا موقف غير وطني.
الموقف الوطني حتى على السفاره ان هي تتواصل مع مصرف ليبيا المركزي، تتواصل مع الخزانه بشكل رسمي، وتقول ان هذوما الطلبه، هذوما ابناء ليبيا، هذوما يمثلوا الوطن اصلا، مصلحتهم اولا. السفاره المفروض تاخذ موقف قضائي، واحنا باذن الله لما نوقف الوقفه هذه رسالتنا للسفاره، هذه رسالتنا للسفاره. بالنسبه لمصرف ليبيا المركزي، سفارتنا حتكون كالاتي: انت المصرف محايد، الخزانه العامه اذا كانت مش محايده، اذا كانت منحازه، معناها تطلع من المعادله، المفروض ما تدخلش فيه الطلبه زي الوطن بالضبط، واي حد بيتعامل مع الطلبه لازم يكون محايد. فمصرف ليبيا المركزي لازم يتبث في معاملات الطلبه حالا، ويتعامل مع البعثات بشكل مباشر اذا كانت الخزانه منحازه. تمام؟ فهذه رسالتنا ان شاء الله حتكون للجهات كلها بصفه عامه. الرساله هي: هل انتم تبونا نحن كطلبه، هل انتم تبونا نواصل دراستنا ولا تبونا نرجع؟ ونحن نبوا موقف محدد، بس هذا اللي نحن نبوه. انا يا شباب يعني ان نتمنى من الطلبه حتى في ليبيا تضامنوا معنا، ينظموا وقفات احتجاج ان شاء الله حتى في بيوتهم، في اي مكان، في حديقه، صور فيديو بس وانشره. تمام؟ باش نخلقوا وعي، باش صوتنا يقعد مسموع. انتم شفتوا يا شباب المسؤولين في ليبيا بدوا يتكلموا عليه، بيتكلموا عن قضيتنا. مستحيل حد حيتكلم عليك من غير ما انت تتكلم على نفسك، توريهم المعاناه. صدقوني لو اي مسؤول تكلم عليكم اليوم، هذا انعكاس للضغط طلع من الطلبه انهم تكلموا عن قضيتهم وشعروا بالتقصير، وهو في تقصير فعلا. بس الفكره توا فكرتنا نحن باذن الله ان احنا نوجه سؤال محدد جدا يا شباب. والسؤال هذا طبعا انت باش توجه سؤال، باش سؤالك هذا باش يوصل سؤالك كيف بتوصله؟ توصله برساله رسميه ان شاء الله نحن حنجهزوها، حيكون مكتوب فيها السؤال هذا. طبعا في مقدمه حيكون مكتوب السؤال هذا بصراحه، يعني تبون نكملوا ولا تبون نرجع. باذن الله يوم 23 حيمشي عضو من الوفد وعدد من الطلبه الاخيار بارك الله فيهم، تقريبا في 2 أو 3 يعني عندهم رغبه انهم يمشوا، ونتمنى ان العدد يزيد، كل ما يزيد العدد كل ما احسن. يمشوا يوم 23. تمام؟ بعد الوقفه، يعني الوقفه حتكون يوم 22، والوقفه هذه زي ما نحن قلنا حتكون في جميع الاماكن في امريكا، بالصور بالفيديوهات تصور وتعرض على جميع الصفحات. طبعا صفحه دليل الطالب حتكون متفرغه 180 درجه حتكون متفرغه تماما يعني لنشر البوستات والصور هذه. تمام؟ طبعا يوم 22 تكون الوقفه، يوم 23 يتوجه عضو من الوفد باذن الله ومع عدد من الطلبه يمشوا باحترام يسلموا الرساله هذه للسفاره. بمجرد تسليم الرساله هذه للسفاره، طبعا السفاره لازم توصل الرساله هذه اذا كانت السفاره فعلا تمثل تمام ليبيا، مش تمثل طرف معين. اذا كانت السفاره فعلا تمثل ليبيا معناها تمثل الطلبه، واذا كانت تمثل الطلبه معناها رساله جايه من الطلبه تسلم لجميع الجهات في ليبيا، من ضمنها البرلمان، المؤتمر الوطني العام، والحكومتين الاثنين الموجودات، ومصرف ليبيا المركزي، والخزانه العامه. تمام؟ لجميع الجهات في ليبيا وديوان المحاسبه كلهم تسلم لهم الرساله هذه. تمام؟ لان نطرحوا عليهم في سؤال وطني ونبوا اجابه من الناس هذوما. وانا بوجهه نظري انا الشخصيه اجابتهم تحدد هل هم ناس فعلا يعني يضعوا في ليبيا اولا ام لا. وما التوفيق الا من عند الله، ونسال الله انه هو يوفقنا. ويا شباب ما زال عندنا 2 أو 3 نبذوا فيهم محاولتنا الاخيره ونديروا اللي علينا والباقي الى الله. وما التوفيق الا من عند الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.